صباح الخير من مراكش الحمراء. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في نهار جديد ورحله جديده. رحلتنا اليوم هتكون في اتجاه مدينه مراكش الحمراء. هذا الرحله اللي كانت من تنظيم وكاله كهرماء فرع القصر الكبير العرائش. هذه الوكاله اللي كينظموا رحلات كيستافدوا منها موظفين الوكاله والمعارف والاقرباء ديالهم. فتقريبا هذه الثاني او ثالث رحله كنمشي معاهم، رحلات اللي كدوز زوينه وفي المستوى. فبالنسبه للرحله ديالنا كانت انطلاقه يوم جمعة مع 10 الصباح من مدينة العرائش في اتجاه مدينة مراكش. كانت عندنا جوج محطات توقف. المحطة الأولى في نواحي المحمدية، فوقفنا هنا اللي بغى يشري شي حاجة، اللي بغى يصلي، وكملنا الطريق ديالنا. المحطة التوقف الثانية كانت تقريبا قبل مراكش 31 كيلومتر، فوقفنا هنا وتغدينا وهنكملوا الطريق ديالنا. وصلنا لمدينة مراكش في حدود 5 أو 6 العشية. فأهلا وسهلا بنا في مدينة مراكش. هاد الرحلة إن شاء الله نشارك معكم كافة المعلومات، الأنشطة اللي عملناها، البونغالو اللي كنا ساكنين فيه. فقبل ما نبداو، لأول مرة كيشاهد القناة ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم من عندنا كل جديد، وخليوا لايك وتعليق على هذا الفيديو وشاركوه مع أحبابكم وصحابكم باش يوصل أكبر عدد من الناس. ونبداو جولتنا على بركة الله. فاحنا داخلين لمدينة مراكش كتبنا هذا الرسمة هذه اللي جات على أحد المباني. فأي واحد فيكم يتساءل ديال من هذا الرسمة، فهذه رسمها فنان ألماني اللي كانت ضاعت له المحفظة ديالو، فهاد الشخص لقاها ورجعها له. فتكريما منه لهذا الشخص رسم الوجه ديالو على هذا المبنى اللي جاب القرب من محطة القطار وعطى جمالية كبيرة لهذا المكان. فأول وجهة لنا داخل مدينة مراكش هي ساحة جمع الفنا، واللي كتعتبر أشهر مكان سياحي في هذه المدينة الجميلة. مدينة مراكش هي ثاني أكبر مدينة في المغرب، وقيل فيها الكثير من الكلام الجميل، منها مراكش مدينة عظيمة فسيحة الأرجاء، صحيحة الهواء، بسيطة الساحة، مستطيلة المساحة، كثيرة المساجد. ومن أشهر المساجد في هذه المدينة مسجد الكتبية، واللي جاب القرب من ساحة جمع الفنا. فهذه هي الدخله ديال ساحه جمع الفنا. فهنا كيبانوا لكم هاد العربات اللي كيكونوا مجرورين بالاحصنه. الكوتشي كيعمل بكم جوله في مسار اللي محدد. الثمن ديال الجوله 150 درهم، يمكن لي يركبوا فيها 4 أو 5 الاشخاص اذا كانوا مع بعضياتهم. فنعملوا جوله داخل ساحة جمع الفنا، نشوفوا الأجواء هنايا. شوفوا معايا، هذا كيكون لابس هذا اللباس هذا واقف بشكل اللي ثابت، حتى إذا بغى شي واحد يتصور معاه. فالأنشطة هنا في ساحة الفنا كتبدا مع العشية وكتستمر إلى ساعات متأخرة من الليل. فنشوفوا الأجواء كيف عاملة هنا. فمن أشهر العروض اللي كتشوفوهم هنا في ساحة جمع الفنا مروضي الأفاعي. فكيكونوا كيعزفوا لهم ألحان اللي كيبقاو يسميلوا معاها، وحتى إذا بغيتوا تصوروا مع الأفعى فكيعملوها لكم في عنقكم وكتصوروا بها. وحتى إذا بغيتوا تصوروا غير من بعيد راه كيقولوا لكم خلصوا، لأن الأغلبية هنا هذا هو المصدر الرزق ديالهم. هتلقاو ألعاب ترفيهية، كاينه القرودة كذلك تا هما إذا بغيتوا تصوروا معاهم. فهتلقاو أنشطة كثيرة داخل ساحة جمع الفنا. كاينه النقاشات إذا بغيتوا تناقشوا، كاينه هاد العربات اللي كيبيعوا العصائر. هتلقاو مجموعة من الأكشاك اللي كيبيعوا فيهم جميع أنواع العصائر. كاينه كذلك الأكشاك اللي فيها مطاعم شعبية فيها جميع الأكلات اللي مشهورة بهم مدينة مراكش أو غيرها من الأكلات. فهنعملوا جولة داخل الساحة نكتشفوا الأنشطة اللي كاينه هنا. كتلقاو كذلك مجموعة من الأشياء اللي كتباع داخل الساحة. كاينه محلات اللي كيبيعوا الأشياء التذكارية اللي ممكن تقتنيوهم من هنا، وكاينه عربات الغلال أو الببوش كاينه كذلك متوفرين هنا.
فجميع الاكلات الشعبيه تلقاوها متوفره داخل ساحه الفنا. وكاينه مقاهي بحال هذا المقهى هذا اللي جا الفوق، راه عنده الباب من الجهه الثانيه. شوفوا معايا هاد الشناوه هادو، شوفوا الناس كيعملوا العروض، شبر واحد بلاستيكه وبقى كيدير راسو تا هو كيدير شي عرض هنا. فنخليكم مع الاجواء ديال ساحه جمال الفنا. عربة الفواكه الجافة، العربة بالعصير. فجولتنا في ساحة جمع الفنان مازال ما ساليناهاشي، غنقصدوا المدينة القديمة ومن بعد نرجعوا باش نشوفوا الأجواء الليلية في الساحة كيفاش كتكون. بالنسبة للمدينة القديمة فيها عدد كبير من المحلات اللي كتباع فيهم جميع السلع المغربية، سواء في الملابس، اكسسوارات، في الأواني، الهدايا التقليدية، في أي حاجة احتجتوها إلا غتلقاوها هنايا. في المدينة القديمة د مراكش أو المدينة العتيقة تسجلت في سنة 1985 ضمن قائمة التراث العالمي اللي أقرتها منظمة اليونسكو، وكتعتبر تراث عالمي. فبالنسبة لمدينة مراكش تأسست بين 1071 و 1072 كعاصمة للدولة المرابطية ثم الدولة الموحدية. كتضم المدينة القديمة عدد هائل من المآثر التاريخية، الأسوار ديالها، الأبواب، جامع الكتبية، المنارة، ومواقع وآثار السعديين. فهاد المدينة عندها تاريخ اللي قديم وآثار كثيرة. فداخل المدينة القديمة كما كتشوفوا هتلقاو العديد من المحلات اللي كتباع فيهم سلع متنوعة، وهتلقاو رياضات ومقاهي اللي رائعة جدا. فحال هذا العلالي من ديالنا رياض هنايا، ما تيسليش نصور لكم داخل الرياضات، ولكن هنعملوا جولة داخل المدينة القديمة تشوفوا النوعية ديال السلع اللي هنا، سلع اللي مغربية تقليدية. فأغلبية كتلقاو هنايا السياح الأجانب متواجدين وبكثرة في مدينة مراكش. شوفوا معايا الألوان، صراحة الألوان زوينة بزاف، تفت التصوير كيجي شي حاجة اللي رائعة. ناس كيقصدوا مدينة قديمة ياخدوا صور اللي مميزة. كذلك هنا هتلقاو الفضة، النحاس كيتباع هنا، فاشياء كثيره. شوفوا معايا هذا عمل هاد الجهه هذه كلها للرسم، كيرسم سواء الاشخاص او الاماكن. كيعمل ممنوع التصوير، غيكون دايزه وصورت لكم هنايا. شوفوا معايا الالوان، مدينه الالوان والبهجه. صراحه مراكش مدينه الالوان بامتياز. بالنسبه للتسميه ديال مدينه مراكش كترجع لكلمه اموراكش اللي كتعني ارض الله باللغه الامازيغيه، وكتطلق عليها تسميات اخرى بحال المدينه الحمراء وعاصمة النخيل. كاين هذا المحل هذا اللي كيبيع الفضة بجميع الأنواع ديالها، الفضة اللي كانت قديمة، ستيلات قدامين اللي كيلبسوهم الأمازيغ أو العرب في المغرب. فهتلقاو جميع أنواع الفضة كاينين عنده. فكانت هذه جولتنا في المدينة القديمة، جولة اللي خفيفة ظريفة. فقبل ما نكملوا الجولة ديالنا في ساحة جمع الفنا غنمشيو ناخذوا قهوة في واحدة من أجمل المقاهي اللي كاينه هنا في ساحة جمع الفنا، مقهى أركانا. هذا المقهى اللي عنده إطلالة مباشرة على ساحة جمع الفنا، فكتجلسوا تستمتعوا بالأجواء، كتشوفوا الساحة كلها من الفوق. ومقهى اللي زوين بزاف صراحة، كيقصدوه السياح بشكل اللي كبير. فهتلقاوه دائما عامر، فيه طابق خاص يعني فيه مطعم، والطابق الأعلى فيه مقهى. بالنسبة للأسعار هنا راه أسعار لي سياحية. القهوة والحلوى اللي خديت كان الثمن ديالهم 52 درهم. فشوفوا معايا الإطلالة على ساحة جمع الفنا ووقت الغروب، منظر ولا أروع. والمكان صراحة مكان لي زوين. فمن بعد ما خدينا قهوة ديالنا وصلينا المغرب، هنكملوا الجولة ديالنا داخل ساحة جمع الفنا. فكما شفتوا كيتباعوا هنا الفواكه الجافة. بالنسبة للعصائر الأسعار ديالهم كتبدا من 15 درهم فما فوق على حسب النوع د العصير. شوفوا معايا هنا الطواجن، السوسيط، مشويات، جميع انواع الاكلات الشعبيه تلقاوها هنايا، والطنجيه واللي هي اشهر اكله في مدينه مراكش. هنا احد المحلات اللي كيبيعوا اكسسوارات، فقلنا ناخذوا شي حاجه تذكار من مدينه مراكش. كتلقاو المعالم التاريخيه لمدينه مراكش بحال المناره، مسجد الكتبيه، الساحه.
وكاينه هاد الجمال هيدا. شوفوا معايا قريض فاي حاجه كاينه يعني في ساحه جامع الفناء الا غتلقاوها عاملينها تذكار اللي تاخذوه من هنا. كاينه بحال هادشي ديال البورتكلي، العقيق، هاد الطبيلات هادو الاسعار ديالهم صراحه مناسبه جدا. فكتلقاو 10 دراهم، 15 درهم، 20 درهم بالنسبه لهذا الشيء اللي تاخذوه تذكار من مدينه مراكش. فشوفوا معايا الديكورات شحال زوينين هنا. انا صراحه كيعجبني هادشي بزاف. فكانت هذه هي الجوله ديالنا في ساحه جامع الفنا. كاين هذا الشارع هذا اللي حدا الساحه فيه مقاهي، فيه محلات. كاينه هاد المخبزه عندها داكشي زوين بزاف صراحه. خديت عندهم هاد الحلوى ب25 درهم. الحلوى د اللوز صراحه مبقيتش عاقله بشحال، والقهوه المهم التوتال كنظن خلص اما 60 او 70 درهم. فمن بعد ما كملنا الجوله ديالنا غنمشيو للكار، غنجمعوا باش نمشيو للبونغالو. فاحنا ماشي لقينا واحد الوقفه تضامنا مع اهلنا الخاصه. ويأذون في اعراضنا ويأذون في دمائنا، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم وهنا كنكون وصلنا البونغالو اللي تابع لشركة الماء والكهرباء. من بعد ما خدينا الغرف ديالنا توجهنا للصالة فين هنتعشاو. اول حاجه حطوا لنا هاد الشوربه هادي، من بعد حطوا لنا شلاضه مع الكفته والسوسيط. فنتعشاو ونمشيو ونرتاحوا ونشارك معكم اليوم الثاني. صباح الخير من مراكش الحمراء. هذا البونغالو اللي نازلين فيه على بيسين مع الشمس ما كيبان. فبالنسبه للبونغالو فيها الجهه هذه اللي فيها الشقق
هادو كلهم راه فيها العديد. بحال هاد الجهه فيها من 1 حتى ل 9. هنا كاينه من 10 ل 18. وكاينه الجهه الثانيه اللي فيها لوطيل، ها هو كيبان من هنا. فهذا هو لوطيل اللي تابع البونغالو. كاينه مسجد هنايا، كاينه كافي، هذه كافي باقا مسدوده، وجوج بيسينات مفتوحين على بعضياتهم. فهذا هو البونغالو د مراكش. ودابا نوريكم الشقه اللي كنا نازلين فيها في هذا البونغالو. فكما ذكرت لكم البونغالو فيه مجموعه من الشقق. اول ما كندخلوا كنلقاو صاله اللي واسعه ومريحه، فيها فوتوي اللي واسع حتى للنوم. صراحه كنا كنعسوا فيهم مريحين جدا. كاينه هنا ثلاجه، تلفازه، والصاله فيها بالكون للاطلاله ديالو ولا اروع. فكتصبح على منظر اللي بحال هيدا، منظر اللي رائع، الخضره والنخيل. صراحه المنظر هنا زوين بزاف. وحتى الجو هاد الوقيته يعني ما كايناش الحراره بزاف وما كايناش بروده، كيصبح شويه في الصباح الجو بارد، من بعد الجو غزال. هذه الغرفه الاولى. كاينه هنا الملاطي، كاينه لي زور وكل شيء نقي. وكاينه هنايا الكامه ديال جوج كامه اللي واسعه. وكذلك هذه الغرفه عندها اطلاله خارجيه. الغرفه الثانيه فيها جوج ديال الاسره، كانوا البنات فيها ما قدرتش نصورها. فبالنسبه للبونغالو كما كتشوفوا كله كيجي الشقق فيه سفليا، المنظر زوين بزاف، فالاجواء هنا زوينه. وكاين كوزينه اللي كانت مسدوده ما كناش كنحتاجوها، لقيناها مسدوده. وكاينه هنا طواليت اعزكم الله. الطواليت كانت المساحه ديالو شويه ضيقه، فيها طواليت وفيها حمام. فهذا هو البونغالو د مدينه مراكش. بالنسبه لهذا البونغالو راه كيكون تابع الوكالات الكهرباء، يعني المغرب كله كيستافدوا منه الموظفين اللي كيكونوا تابعين لهذه الوكالات. الرحله ديالنا مازال مستمره. هذا اليوم الثاني اللي هنتوجهوا فيه لمنطقه سيتي فاطمه اوريكا، واحده من اجمل الاماكن السياحيه في نواحي مدينه مراكش. ولكن باش ما يجينا شي فيديو اللي طويل بزاف، هننهيو الجوله ديالنا اليوم عند هذا الحد، ونشارك معكم باقي الرحله في الجزء الثاني. استودعكم الله.